مرحبا. أريد أن أتحدث إليك عن قراراتك الأخيرة. لماذا لم تستمع إلى نصائحي؟ أنا أعلم أنك تحاول المساعدة، لكنني لم أشعر بالراحة في الاتخاذ القرار الذي اقترحته. لم يكن يشعر بالصواب بالنسبة لي. ولكن القرار الذي اتخذته أدى إلى نتائج سلبية. لو كنت قد استمعت إليه لربما كنا قد تجنبنا هذا الألم. أنا أفهم ما تحاول قوله، ولكن أنا لا أستطيع فقط أن أتبع المنطق. بعض القرارات تأتي من داخلي وأنا لا أستطيع تجاهلها. لكن أحيانا يجب علينا التفكير بعقلانية وعدم الاعتماد فقط على المشاعر. القرارات العاطفية قد تؤدي إلى نتائج لا ترغب فيها. أنا أعلم، لكن في هذه الحالة كان علي أن أتبع مشاعري. كانت هذه الخطوة مهمة بالنسبة لي. يجب أن تتعلم من الأخطاء السابقة. قد تكون المشاعر قوية، لكن يجب أن نتذكر أيضا أنها ليست دائما الطريقة الصحيحة لاتخاذ القرارات. لا أستطيع أن أوافقك الرأي في هذا الأمر. أنا أثق بما أشعر به وبقراراتي، ولكن أتمنى أن تعلم أنني هنا للمساعدة وللحماية. سأكون دائما هنا لتقديم النصائح عندما تحتاج إليها. شكرا لك، لكني أفضل أن أتبع مشاعري في المستقبل. لا يمكنني العيش بدونها. ها يا لك من أحمق دائما نفس الطيبة. عندما تغرق في المشاكل أنا لا علاقة بك. هيا وداعا.